سمعوا الرعد الخوت. اللهم لك الحمد يا خوت. هي كانت باينه هذه 3 ايام وهي مغيمه والريح. دابا انا داخل المحل ديال الزنك والشتا تبارك الله. عرفتوا على جو كيجي ملي كيكون الزنك والشتا كتحفق منه واحد الديكور عجيب. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشي لعند السيكليس وغنصوب هاد الكروفي هذا اللي عندي في البيشكليت، ومن تما ان شاء الله بحول الله غندوزو للمارشي وناخذ واحد القبيطه ديال النعناع وغادي نمشيو نغرسوها في الجريده ونسقيو داك الجريده كذلك، ومن هاني تنقضي شي شغيل عندي تمايا. وخليكم اخوتي مع الفيديو وتفاعلوا معاه وديروا النجيم وكتبوا لنا التعليقات الخوت. وبالنسبه للناس اللي باقيين ما اشتركوش معنا اشتركوا معنا اخوتي باش يوصلكم الفيديوهات ديالنا وما نطولش عليكم، ونبداو في الفيديو على بركه الله. راه فيها الكروفي من نفس البلاصه. عرفتي البارحه صاحبي حمقاتني مشيت لعين جديوي بها والله العظيم الا ما رضاتني. دابا مازال غادي نبدل لها كلشي جديد اخيوس، كلشي غنبدلو لها جديد. الروايد الشامبري غنضرب لها شي غسله باش نتهنى مع المرض هذا. دابا لقيتيني غادي لواحد الجريده عندي لهيه جهه الطريق ديال السلاويين، وهي عاوتاني دارت الكروف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هانتوما كتشوفوا الخطوه كيعدل الكروفي المعلم سي يوسف. السلام عليكم. راه شي قبيطه النعناع تكون بالجذور ديالها الله يسهل عليك. واخ صافي على حساب غادي نغرسها. الله يفتح عليك، ديرها في بلاستيكه. الاخوان هذه هي القيمه ديالنا جبناها. راكم كما شفتوا قلت له عزل هذه بالجدر على حساب الغرس، وفعلا هو عطاني هذه القبيطه هذه بالجدر. دابا اول عمليه غنقوم بها غنقطع لها الوريقات هادو لحقاش هادو ما كيصلحوش للغرس. غادي نخليو لها غير الجديرات ديالها. بسم الله. على الشكل هاد الطريقه هذه. هادو غادي نديوهم للدار نشربوهم، نديرو بهم البارد ديالاتها ان شاء الله بحول الله. هما هادو الاخوان الجديرات اللي غادي نغرسوهم. دابا غنطيبو لهم الارض مزيان كما غتشوفوا معايا. غنجيب شي قادوم صغيره ولا شي ملاسه وغنطيب الارض مزيان وعاد غنغرسهم وعاد غنسقيهم. دابا ان شاء الله غنمشي نعمرو خاص طيب الماء هذا البويدون ندير وعاد غادي نجي نكملو العمليه.
حنا غرسنا لي قيمه ديالنا الشرفه ونطلبوا من الله التسخير. دابا هاد الجريده كامله اللي بارطاجيتها معكم في الفيديوهات ان شاء الله الرحمن الرحيم ملي غتوجد عاوتاني غندير لكم عليها فيديو ونبارطاجيها معكم. دابا الاخوان غادي نعجن واحد العجينه ديال البوطون، حيت عندي هاد الشقاق هادو غادي نسدهم. راه كنت قلتها لكم في الفيديو الاخر ولكن ما لحقنيش الحال وما صوبتهمش، وفي هاد الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله غادي نصوبوه. دابا هاد الشقاق هادو كيخرجوا منهم الحشرات مع دابا الصيف داخل. شوفوا الاخوان، باش هو كيقول لك حجر الشقف عليه توقف، هذا واحد المثل كيقولوا في المغرب. هذه واحد المره كنت جاي للمحل لقيتها هي وهاد البونجه هذه، وضربت لي في بالي وقلت هادو غادي نحتاجو شي نهار نبغي نعدل الحاشيه ديال المحل ولا المغارف ولا شي حاجه غادي نحتاجو. وجدتهم وعلقتهم هنا اكثر من 4 شهور، ودابا انا احتاجيت، انا كنعدل عليه.
راه الانسان يتهلا في اي حاجه يتهلا فيها اللي كتكون مهمه، راه لا بد يحتاجها. الاخوان ساليت الشغيل ديالي ودابا كما كتسمعوا الشتا تبارك الله كطيح. شوفوا الزنق الفوق كيفاش كيدير بالتبريد والشتا والبراك تبارك الله. انا غادي نخرج برا وغنبين لكم الجو كيفاش داير. المهم هاد الشغيل ديالي ساليتو وراه كاين شي شويش ديال الظلام مع الغيام ربما ما يبانلكمش مزيان. المهم ها انتم، ها هو الشغيل ديالي داك التقابيل اللي كانوا هنايا اللي كيدخلوا منهم الحشرات كلهم سديتهم وجوانيتهم مزيان. دابا الحمد لله المويحل ولا صالح للسكنه وصالح للراحه والجريده ديالنا غرسناها والحمد لله الامور ولات بحال شكل شي فيلا مصغره. ودابا غادي نخرج برا وغادي نوريكم الشتا. ها انتم الاخوان، ها شوفوا الشتا تبارك الله. ما كنقدرش انا نخرج برا على حساب هاد الشريبه هادي كتفطر. شوفوا البرك تبارك الله، شوف يا ربي ترحمنا يا ربي. كتسمعوا الرعاد الخوت، الرعاد تبارك الله بصح تخليني غير نمشي للدار باش نفطر، ولكن الاهم هي الرويه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد عليك يا الله. والجريده ديالنا كتسقى، عاد كنت غادي نمشي للبير وغادي نعمر الماء ولكن دابا الحمد لله كتسقى من عند مولانا. شوفوا الخوت داك السيران شكون فينا هو غادي في الشتا عز عليا راه في الشانطيه غادي مسكين في هاد الشتا هادي. والله العظيم الا بقى فيا ولكن ما عندي ما غندير له. انا براسي عندي غير بيكالا ها هي حابسه هنايا وراكم شفتوا عاد صوبت لها الكروفي وعاد كنبغيو نعاونوا المسكين ولكن الغالب الله. الحمد لله على هذه الرويه تبارك الله العظيم الا الحمد لله. هذه 3 ايام والغيام، الغيام والجو مدخن سبحان الله العظيم. ولكن اليوم اللهم لك الحمد الشتاء والرعد. كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو الخوت، وما تنساوش تفاعلوا معنا وديروا لنا جيم وتخليو لنا التعليقات وتبارطاجيو لنا الفيديوهات الخوت. وما نطولش عليكم، نشوفوا فيديو الجاي ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله، الى اللقاء.